السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم فئة الخمسة قروش والعشرة قروش. طبعا برضو واحد جابهم لي حبيبنا برضو، فقال لي فرز لي الخمسات والعشرات اللي هي المطلوبة. فإن شاء الله هنفرزهم مع بعض وهنعرفوا أنهين المطلوبة وأنهين اللي مش مطلوبة بالنسبة للعشرات وبالنسبة للخمسات. ماشي يا جماعة، فاحنا النهاردة هنفرزوهم وهقول لكم سعرها كام. تمام. طبعا دي ليها سعر برضو بس مش مطلوبة دلوقتي، احنا هندوره وهنفرزه المطلوب، واللي مش مطلوب هنركنه على جنب. يعني واحدة زي دي اللي على الثورة هي دي اللي مطلوبة يا جماعة، هي دي اللي مطلوبة. اهي يا جماعة. تمام. اهي يا جماعة ديت اللي مطلوبة. اللي على الثورة دي هي اللي مطلوبة. طبعا دي على الثورة بس ديت مقطوعة من النص، هي سعرها ضعيف جدا ده يا جماعة، عشان دي مقطوعة من النص وحالتها تعبانة. ليها سعر برضه بس ضعيف. طبعا كل اللي عليه النسر والقول والحاجات دي مش مطلوبين. تمام. في واحدة هنا اهي عليها الثورة برضو بس مقطوعة نصين برضو، ادي النص التاني اهو. تمام. برضو دي ليها سعر، اللي مقطوعة نصين دي كمان ليها سعر. هقول لكم على اسعارهم دلوقتي. دي برضو مش مطلوبة، ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي. دي اللي مطلوبة يا جماعة اهي، اللي هو اللون البنفسجي. ولا دي ولا دي. اهم دول كمان مطلوبين يا جماعة. تمام. يبقى احنا قلنا ايه اللي مش مطلوب اهو، ده هنخليه على جنب، نجيب اللي مطلوب. كل ورقة حسب حالتها، الورقة حسب حالتها. دي المطلوبة يا جماعة. طبعا دي عشان حالتها تعبانة يعني هيتكلم في 3 4 آلاف جنيه. هنيجي هنا ده حالتها يعني يعتبر 80% أو 70%، حسب قيمة الورقة بتتكلم في المية. 70% ممكن نتكلم في 7. دي حالتها 90%، وممكن تخش 100%. طبعا 100% اللي هي الأنصر
تمام. اللي عليها الثوره دي يا جماعه، اهم حاجه اللي عليها الثوره دي. ممكن تخش من يعني هي 10000 جنيه. ان شاء الله باذن الله هقول لكم في الفيديو ده برضو على الميعاد اللي بيجي فيه الخبير اللي بيشتري، اللي هو الخبير المتمن الحاجه دي. الزاهر ده مطلوب يا جماعه، معاه اللي هو اللون اللي الزاهر ده. تمام. دي ما تقلش عن 5000 جنيه. نفس القصه، تعتبر حاله كويسه من 7 ل 8. دي متوسطه من 4 ل 5. تمام. يبقى احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو بالنسبه للي هو المطلوبين اهم. دولت مش مطلوبين حاليا دلوقتي. تمام. هنا بقى بيجي الخبير في اسكندريه 10/10 في المنشيه عند الجندي المجهول. بيجي يوم 10/10 في اسكندريه عند الجندي المجهول. تمام. بيجي في القاهره اللهم صل على النبي عند سيدنا سيدة زينب يوم 15/10. عند السيدة زينب يوم 15/10. هقول لكم المكان بالظبط ان شاء الله. وبيجي بيروح في الاقصر. تمام. عند المحطة في الاقصر عند المحطة بالظبط يوم 20 او يوم 25. يعني من يوم 20 يوم 25 بيبقى في الاقصر عند المحطة. هما الثلاث اماكن دول اللي ما بيروحش غيرهم. ارجو الاشتراك ودعمكم باللايك. اهم حاجه اللايك يا جماعه عشان يوصل لينا والقناه تكبر لينا وليكم ويوصل لاكبر عدد ان شاء الله ويستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.